لسه؟ ايوه زمانهم على وصول. أنا مش عايزة الكاميرات حد يحس بيها خالص، أوكي؟ عشان لو حد حس بالكاميرات هيبوظ لنا كل حاجة. أيوة يا روحي. أيوة فريد، أنت فين؟ أنا ركبت العربية اللي أنت بعتها لي من بدري. مش كنت تقولي لي إنك عايزاني في المزرعة؟ في إيه يا شهد؟ ما تقلقنيش أكتر من كده. أنا جاي حالا. أوكي باي. ده فريد؟ أيوة كان نفسي يبقى أول واحد يوصل هنا. أنت عارفة إنه آخر واحد من رجالة بابي. وحكيتيله؟ لا ومش عايزاه يعرف أي حاجة. عايزاه زيه زي الباقيين بالظبط، مش عايزة أميز حد عن حد. ولا هاني ولا حتى هاني. أنت عارفة إن هاني صاحبي من أيام المدرسة، بس شخصية ضعيفة وممكن يبوظ لي أي حاجة. هو على طول كده يغرق في شبر مية. تقولي كده رغم انك مخلياه المسؤول المالي في المجموعه. انا بثق فيه جدا، لكن فريد هو اللي مسؤول عن كل حاجه، وده اللي مسؤول عن كل حاجه في البيت. انا عارفه ان داليا تعبانه معاه ومستحمله لخبطته في كل حاجه، ده غير انها كمان ظبطت له حياته. والله في الطريق يا شهد، ما انتي بقى عارفه عقبال ما نيمت شهد وسليم وشفت هاني يلبس ايه، انتي عارفه ان هو ما بيتصرفش في اي حاجه من غيري. المهم قولي لي انتي كنتي عايزاني في ايه بالظبط؟ لا انا ما عنديش وقت اراجع معاكم اللي اتفقنا عليها. ما تقلقيش يا هاني، كله تمام. انا ما بيغزنيش غير كلمه كله تمام دي. يلا روح ظبط رجالتك وانت اعمل كل اللي اتفقنا عليه وبسرعه، ما تضيعوليش وقت. الجاكيت فتش فيه كويس، بس مش حاجه. خوف على الجاكيت مش الحاجه اللي جوه الجاكيت. انت مش شايف اشكالهم ازاي؟ اشكالهم غريبه. الحراس دول ولا حراميه ولا عصابه؟ في ايه؟ ما اعرفش. لقيت شهد بتكلمني ونزلت لقيت في عربيه مستنيك تحت البيت وجابتني هنا خطف الخطف. احسن كان انا كمان اتخطفت. عمرك شفت مدير امن متخطف؟ الليله عايزك تطور رقبتك تقابلها لي. رقبة مين اللي هطولها؟ انت فاكر نفسك ريس عليا ولا ايه؟ انا الريس عليكم كلكم. انت الريس على الباقيين، لكنني لا، انا مع الهانم لزم. ماشي يا عويل. تعالى يا هاني تعالى خش. انت هتقعد على رجلي؟ اقعد، الدنيا واسعه قدامك اهي. بعدي في وش المكتبه ليه؟ انا عايز اتفرج. بقول لك ايه، انا قلقان قوي. بس ساعه ما بعتت لي عشان تاخدني وانا مش عارف في ايه ولا لاقي حد يفهمني. بقول لك ايه، قالت لي عايزاني لوحدي. ايه الناس دي كلها بقى؟ ورشا لو عرفت بقى ان انا جيت لوحدي هتطين لي عيشتي. يا عم راشد ايه؟ ما تنشف كده وخليك راجل.
هي شهد مش هتبطل اللي بتعمله ده ولا ايه؟ وانت على طول بتشتكي كده؟ بار، تعالي نشرب حاجه، تعالي بقى. اعمل لي ويسكي تلج. ايه مالك، في ايه؟ الرجاله اللي واقفين هناك ماسكين سلاح ليه؟ حاجه تقلق بجد. ايه المشكله يعني؟ حرس ومعاهم سلاح عشان يحرسونا في الهو اللي احنا فيه ده. هي شهد جايبانا هنا ليه؟ بصي والله هي ما قالتليش حاجه، قالت لي تعالي البسي سواريه وهنرقص ونسهر بس كده. اسال ليه بقى؟ نفس الكلام اللي قالته لي بالظبط، وبعتت لي عربيه من بتوعها وجابتني على هنا، ما اعرفش ليه. بذمتك دي مش حاجه تقلق؟ والله انا شايفه الناس لطيفه يعني هنفرفش هاف فن. ايه المفاجأة دي؟ حلوه؟ حلوة قوي. ايه اللي جابك؟ ولا حاجه، شهد كلمتني وقالت لي ان في حفله فجيت. ماشي، وانا كمان حظي حلو انك جيت. تعالي. فين؟ هناخد درينك على البار وبعد كده نرقص. اوكي. مش مركزة معايا ليه؟ في ايه؟ خلاص خليكي معايا. انا مش عارفه انت عزمتي الواد ده ليه؟ انت قصدك على وليد؟ ده واد عبيط بس عارف وشايف كل حاجه، عشان كده فريد حاطه تحت باطه. وبما ان الليله دي فيها حفله يبقى اكيد فيها فرصه بالنسبه له عشان ينتهز، وهو مستعد يعمل اي حاجه عشان الفرصه دي. ده غير بقى انه بيسلمنا مدام علا. بيصعب عليا فريد قوي، اتجوز واحده زي علا دي. تصدقي ان علا هي اللي بتصعب عليا. انا اسف كده، اسف قوي قوي يعني. ايه ده؟ حبيبة قلبي منورة الدنيا كلها. ترقص على نفسك كده ليه؟ ايه؟ حروب من نفسك؟ جو حلو. كنت ناوي تسهر هنا من غيري ولا ايه؟ لا ابدا، انا شهد بعتت لي عشان موضوع يخص الشغل يعني، بس لما جيت ما فهمتش اي حاجه من اللي انا شايفه ده. بس ما انت يعني برضه جايه تسهري لوحدك يعني. نعم؟ ما اقصدش حاجه. ايه الناس الغريبه دي؟ انا ما كنتش في بالك. هي دي المفاجاه اللي شهد بتقول عليها؟ ايوه. ده انا قلقت قلت في مشكله. قولي مين هنا كمان؟ كل من شله. ايه ده؟ ده هاني اللي على السكرين وهاني هنا؟ ايوه تعالي نروح. غريبه قوي. انا هعديها المره دي بمزاجي. ايه القمر ده؟ قلبي ازاي؟ هلو شهد، في ايه؟ من ساعة ما كلمتيني وانا هتجنن.
هتتجنن من ايه؟ دي مجرد حفله. يعني انت جايباني بالشكل ده لمجرد حفله؟ لا، ما انت هتساعدني الاول عشان اعرف شويه حاجات وبعد كده هنبقى نحتفل. هو في ايه بالظبط؟ ومين الناس دول؟ مفيش اي حاجه يا فريد، ريلاكس ريلاكس، ما تبقاش كده. ارجوك يا شهد، ارجوك فهميني بليز يا فريد، ما تستعجلش، الليل لسه طويل. تعال ليه تعال الالغاز دي؟ تعالى بس انا هفهمك، انا محتاجه لك معايا قوي. تعال تعال نروح لعلا. علا يا هنا؟ يا واد عمي، مش عايز تجري ورا الهانم؟ ليه؟ شايفني كلب ولا ايه؟ شكلك عاوز تبقى كده. بقول لك ايه، انا راسي براسك، مانيش راجل من رجالتك. خابر انك راسك براسي، خابر كمان انك ما انتش راجل. قصدي يعني ما انتش راجل من رجالتي يا واد عمي. شلني بس من حساباتك، دبر حالك لعركة الليلة. كل روحك. ايه ده؟ الشهد اهي. ايه يا شهد؟ انت فين؟ قلقتيني عليك. ما تقلقش خالص يا هاني، ام فاين. ازيك يا دودي؟ ازيك يا شهد، انت كويسه؟ الحمد لله. انا اصلي اليومين اللي فاتوا حصلت لي شويه لخبطه كده، فقلت اخد رايكم فيها. ايه ده؟ بعتلنا عشان تاخدي راينا؟ ده انت تاخدي حياتنا كلها. طبعا احنا اكيد مش هنسيبك لوحدك، امال احنا اصحاب ازاي يا شهد؟ بجد لو في حاجه مضايقاكي قولي لي. الشهد لو في حاجه مضايقاكي احنا معاكي. انا متاكده من كده يا هاني، بس انا يا جماعه عايزاكم تستحملوني الليله دي شويه، وما تقلقوش خالص لو لقيتوا ان البيبان اتقفلت عليكم او ان موبايلاتكم ما بتشتغلش. اصل انا بصراحه ركبت جهاز تشويش على الموبايلات عشان ما حدش يضايقنا ولا يبوظ علينا قعدتنا، واوعدكم انها هتبقى ليله ما تتنسيش. سهره في مزرعه في الخلا وحبسه وحرس وموبايلات مش شغاله، مش فاهمه اي حاجه. وبالنسبة يعني لو حد عاوز يمشي هيمشي كده لوحده؟ احنا هنا في صحراء يا جماعه، انا سايبه الولاد لوحدهم. الدادا بايته معاهم النهارده وعندها خبر انك مش هترجعي غير الصبح. هو ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ كمان وصلتوا للدادا؟ ايه الفيلم ده؟ الفيلم لسه ما ابتداش يا داليا، عن اذنكم. ده حاجة لطيفة جدا، أنا عن نفسي I'm having fun. اتبسطوا انتوا كمان. تقدر تفهمني ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ مش معنى انا يعني. انت اكتر واحد فاهمها، مش انتوا عارفين بعض من وانتوا صغيرين؟ ده كان زمان، دلوقتي سألوا حسن، هو مش جوزها ولا ايه؟ حسن؟ وتسألوا حسن ليه؟ انتوا تشربوا وانتوا ساكتين. نعم، بتبصلي كده ليه؟ خايف لا تسمع؟ طب ما هي دي الحقيقة، احنا كلنا كده هنا بتوع ملكة زي أملاكها اللي ورثتها عن جدها، شركات بموظفينها، مصانع بعمالها، عايزة بفلاحينها، وانت بالذات ورثتك عن باباها. وبعدين يا علا مالك؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا علا؟ انت شاربه قبل ما تيجي ولا ايه؟ شاربة على الآخر، بس انت بالذات مالكيش دعوة، لأن انت زيك زيها، ند ليها يعني. في ايه يا علا؟ طب ما انت كده برضه يا علا. جوزك فريد بيه اشهر واحد في مجموعه الشهد. اه والله، ده في ناس بيحسبوا ان فريد بيه عبد الحميد اخو شاهد الكبير. تقصد الحارس الأمين بتاعها؟ لا بقى، اذا كنت هتتكلم عن الحارس الامين يبقى انا، مش انا مدير امنها ولا ايه يا جماعه؟ مدير أمن شهد والحارس الغير أمين بتاعها. اختك دي زي العسل، لما بتشرب بتعلى جامد. مدحت لم نفسك. هو في احلى من التهريج يا حياتي؟ في الجد أحلى كتير. انا بقول كده برضه. يلا بقى بسرعه، مش عايزاهم يقلقوا من غيري. جود نايت.
بتقولوه ده؟ انتوا ليكوا نفس تهزروا؟ الصوت جه من فوق. ايه ده؟ ايه صوت الرصاصه دي؟ رصاصة؟ رصاصة ايه؟ سمعت حاجة؟ لا. ومين بس اللي قال انها رصاصة يا بهوات؟ ما كلنا سمعناها. طيب اذا كانت رصاصة تبقى مش من عندنا. امال منين يعني؟ ازاي؟ دي من فوق. جايز يكون نفر هيضرب عيار في الانتخابات، ولا يكون غفير عم بيهوش بيها ديب ولا ضبع. ديب ولا ضبع؟ طيب احنا كده اطمنا على شهد بقى، يعني انا هاخد داليا ونمشي وانتوا بقولوا لها بقى ان احنا مشينا. ما ينفعش يا داليا، لازم على الاقل تعتذر قبل ما تمشي. يا علا اعتذري لها انت بالنيابه عننا. يلا يا هاني، اللي مش عايز يسهر مش هيسهر بالعافيه. مين بس اللي قال ان احنا هنسهر بالعافيه؟ يا جماعه في احتمال ان شهد تكون محتاجه لنا ولازم نساعدها. مش لازم نقف جنب شهد والحرس والبنادق في ظهرنا. الحرس دول موجودين هنا عشان لو حد حصل له اي حاجه. اللي عايز يحرس مكان يقف بره يحرسه، لكن دول واقفين وسطينا. انا مش فاهم انتوا واخدين الموضوع جد كده ليه؟ ما دينا قاعدين. حد بقى يشوفها ولا ينده لها، خلينا نفهم فيه ايه. يا جماعه لو سمحتوا، لا احنا عايزين نمشي. يلا يا ماما. يلا بقى يا هاني. يا بيه اهدى بيه. على فين؟ ايه بني ادم انت هو؟ وسع. احنا ما عندناش اوامر ان حد هيمشي من هنا الليله يا بهوات. يا ابني افتح الباب انت وهو. اسمع يا بيه واسمعوني كلكم. اسمعوني صح. احنا هنا خدامينكم. انتوا في بروسنا وفي عينينا كمان. قدامكم المطرحة، اعملوا فيه كيف ما بدالكم. كلوا اشربوا ارقصوا وزقططوا، اياكش حتى تقلبوها مسخرة. لكن حد فيكم هيهوى شبر واحد من الباب ده هيلاقي اللي ما يرضوش لحد ما تجينا اوامر تانية. ولحد ما ده يحصل ما عايز يا بهوات حد يخلينا نعمل معاه حاجه تزعل. واضح يا جماعه كده ان احنا لازم نستنى شهد. اصبروا شويه اصبروا. يلا يا جماعه. هو حسن ده فاكر نفسه مدير سوبر ماركت؟ مش قادر استوعب ان مجموعه الشهد ديت يعني بورصه ومضاربه واحتكارات واستثمارات بمليارات. اديك قلتها، يفهم ايه بقى هو في الحاجات دي؟ هو بيراجع في الاوراق وملفات التداول كانه بيذاكرها. فنان، سيبه يتسلى ويضيع وقته. يا اخي الناس بتوع الثقافه والفن دولت عندهم افكار تقلق. يا بيه البورصه دي لعبتنا، احنا اللي بنطلعها وبننزلها على مزاجنا. انت مش عارف كده ولا ايه؟ عارف، بس انت عارف هو بيعمل ايه؟ بيعدي على العمال في مصانع المجموعه وعاوزهم يعملوا نقابه تضمهم. لو فاكر نفسه حسين صدقي؟ لا، فريد شوقي. الباشا اللي نزل علينا في الباراشوت. كل شيء وله نهايه يا شهد. تحبسينا؟ هانم بتحتفل بالفالنتين المخصوص بتاعي يا أستاذ حسن. حبهم يعني جوز على الجاهز. بتسمي شكلنا بقى وحش قوي. ما بحبش النفاق، وبعدين مش عارفه ايه نهايه الحبسه العجله دي. والله حسن يستاهل كل خير. وشهد كمان. وشهد كمان. ايه ده الباشا مش ماشي. طيب طبعا مش على سهم في البورصه، بس مصيره هيقع. عصافير. أنا مش عارف إزاي أشكركم على كل اللي عملتوه معانا في حياتنا. أنا وشاهد حبيبتي، بس أكيد النهاردة هنلاقي فرصة نرد بيها ولو جزء من جمايلكم علينا. وطبعا زي ما انتوا شايفين حفلتنا ابتدت نص الليل. انا عارفه ان انتوا زعلانين مني عشان جبتكم فجأة، بس معلش سوري. عايزاكم بقى ترقصوا وتعملوا كل اللي نفسكم فيه، عشان في الليله دي مفاجآت كتيره قوي.
زوروني كل سنة مرة تنسوني النهارده كده كلنا متجمعين عشان خاطر حبايبنا دول. حبيبة قلبي جميلة الجميلات شهد، وحسن جوزها زي العسل ده المز يا خراب. يلا بقى رقصني يا جدع، رقصني جامد قوي. يلا ايوه يلا يا حسن يا حسونة. يلا حبيبتي يلا. ايوه يا هانم. يا هانم ما احنا بكفايانا خيرك علينا احنا واهالينا وكل اللي هيعرفونا. 5000 جنيه يا هانم ده كتير كتير قوي. وبعدين ما انا حجي هيوصلني كله من الريس. معلش تاخد منه برضه. المهم انا مش عايزه افكرك وجودك جنبي له تمن. مش عايزه اغيب عن عينك ولا لحظه واحده. مفهوم؟ حاضر. يلا. هاي السوشي ده. سوشي ايه ده؟ انا مش عارف بتاكلوه ازاي اساسا. مش كافيار؟ كافيار الله يرحم. فاكر يا مدحت اول مره اكلت فيها كافيار كان هيغمى عليك اصلا. يا سلام، هتقعد تقولي بقى كافيار ويغمى عليا؟ ماله الكافيار يعني؟ مش سمك في الاخر؟ ثم يا ستي سبحان من يغير ولا يتغير يعني. بس ده تغيير كبير قوي. ده انت بقيت بتميز طعم الكافيار زي ما تكون متربي عليه. يا ستي عادات بقى، الواحد برضه ممكن يتعود عليها لحد ما يبقى كافيارجي زيكم. بعد سندوتشات الفول والطعميه والاكل في الشارع ما بقتش تحب غير المطاعم الايطالي. طب ما تكملي. والفرشه الطريه والستات الافرنجي والحياه المودرن والعربيات الجديده. عموما يا ستي هو فضلة خيرك. ايه ده ايه الكلام البلدي ده؟ بلدي؟ وماله البلدي؟ ده حتى السمنه اللي انت واخده توكيلها من بره بتبيعيها على انها شبه السمنه البلدي. يعني البلدي حلو ويؤكل يا قمر اهو. احنا بنبيع للناس البلدي بالطريقه اللي تعجبهم، بس مش هنتكلم زيهم. الله يرحمه. قلنا بلاش نلخبط بقى. معلش يا حبيبتي، اصل الفلاح اللي زيي وتربى وسط البهايم ما يخلاش من زروطه. بلدي. فلوس دي ملهاش دعوه بحسابي معاك. دي بكشيش من الزبون. جريه يا عمي، انت قلبتها زبون وبيع بتنباع ولا ايه؟ امال احنا جايين نعمله هنا ايه؟ ما احنا بايعين روحنا بالاجره. لا انا ما بعتش حاجه، انا جاي هنا لسبب وانت عارفه صح.
ولو واحد من البهوات دول طقت في نافوخه كده يطخها رصاصه ووقف نفر منينا قدامه وراح فيها، نبقى عملنا ايه يا ابن عمي؟ نبقى عملنا ايه؟ مش نبقى بعنا روحنا بالاجره؟ هي روحك انت كيف متريد يا ولد عمي؟ يا كناني؟ لا يعني حتى لو هموت هنا هموت وانا بشتغل، انا ما بعتش حاجه. شغل بيع شغل. ازيك يا نوح؟ انا تمام يا حسن. كويس. حد عايز حاجه من البر؟ انا هات لي اي حاجه سك، مفيش تلج مفيش صودا مفيش اي حاجه خالص. سك يلا. مالك يا نوح؟ في يا حسن؟ ما قلت لك اني كويسه. انا تمام. ام هافينج فن. الحفله لطيفه والناس ظريفه. هجيلكوا بعدين. انت مش كويسه يا نوح، انت مش شايفه نفسك. في يا حسن؟ قلت لك ان انا كويسه خلاص بقى. هو كيرز اصلا؟ شكلك وحش، شكلك وحش. انا خليت شكلين وحش قدام الناس. ناس؟ هما فين الناس دول؟ دول مش ناس، دول تماثيل. بص في تمثال معدي هناك اهو. يا عشان كده بقى مش همك حد وبتعملي اللي انت عايزاه. بص يا حسن، انا بعد كمال خلاص ما بقاش بيهمني حد. بلاش السيره دي بقى بلا غم. انا نهى دي بتصعب عليا قوي. لا بس خلي بالك. متقلقيش عليا، كل حاجه هتبان كمان شويه. خلاص ساعه الحساب جت. ايه ده؟ ايه يا وليد؟ ايه يا وليد؟ ايه يا حبيبتي في ايه؟ ابعد. الله اوعى. لا انت ازاي بتعمل كده؟ انت اتجننت. اوعى. يا بنت المجنونه. انت ايه؟ مفيش فايده فيكي؟ مفيش دم خالص؟ جرى عيني في ايه؟ حسن لسه خارج من هنا وكان بيعدل هدومه، وانت كمان خارجه بتعدلي هدومك. اكيد كنتوا جوه مع بعض بتعملوا حاجه. وانا مسؤوله عن الرجاله اللي بتعدل هدومها؟ ابعدي عنه يا علا، ده مش زيك ومش من النوع اللي انت بتحبيه. مش عارفك بقى يا حلوه بالنوع اللي انا بحبه. علشان ده فعلا بيحب مراته. يا بختها. والله كويس اني ضحكتك. وده بقى خوف على شاهد مني انا جوزها فريد بيه. عارف يا حسن حجم العمالة في مؤسساتنا قد ايه؟ 23,000 عامل وموظف دائم، غير 10,000 بشكل غير مباشر. يعني لو حسبنا أسرهم يطلع ان عندنا حوالي 150,000 شخص حياتهم متوقفة على مجموعة الشحن. ياه، ده انت حاسبها كويس قوي. عارف حجم استثماراتنا في البورصة قد ايه؟ بلاش اقول لك ارقام. كفايه انك تعرف ان البورصة المصرية خسرت كتير لمجرد صورة اتنشرت ليك معاها وتعرف ان بينكم علاقة. ومش عايز منها حاجه، وما اذيتش حد لما اتجوزتها. عارف سعيد سواق شهد؟ عارف خسر قد ايه بسبب العلاقه ديت؟ عارف الانهيار اللي حصل في البورصه ده انا ماليش دخل بيه، دي اشاعه طلعت انا ماليش اي علاقه بيه. المهم كله في الاخر حصل بسبب العلاقه دي. يعني عايزني اراجع جداول البورصه الاول قبل ما احب، ولا اسيب شهد؟ انا ما قلتش كده، بس واحده بحجم شهد لما تحب واحد فنان
ده ممكن يخلي الناس تفتكر انها مش واخده بالها من شغلها كويس. وبعدين انت عارف راي الناس بقى في الفن والفنانين وحاجات كتير، العيب والحرام وحاجات كتير قوي. يا استاذ حسن، اللي بيبقى مسؤول لازم ياخد باله من خطواته ويحسبها كويس قوي. ده عشان احنا تحت سبوت طول الوقت. بس ده ملوش اي علاقه باللي انت بتقوله يا فريد بيه. الناس لو عرفت انتوا عايشين ازاي الدنيا هتخرب. وبدا احنا بنتعب قوي، مش بنكسب فلوس وملايين كده او بجرة قلم. صح، انتوا بتتعبوا واحنا ما بنعملش حاجه، لكن الناس مش عارفه كده، مش عارفين ان احنا عايشين بالطريقه دي. ولا ايه يا حسن بيه؟ ولا هم بيقولوا لكم ايه في الفن؟ بيقولوا لكم ايه، بيه ولا باشا؟ وفي الاخر احنا مجرد حاشيه، برواز